ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا النهارده جايه اكلمكم على ايه؟ جايه اكلمكم على معضله فصل الصيف، الا وهي المشروبات الغازيه، الحاجه الساقعه. انا مش جايه اتكلم بقى على فايدتها وضررها، هي كلها مضره. حتى في ناس تيجي تقول لك لا ده انا باخد الحاجات اللي فيها شعير اصلها فايده اكتر. لا لا لا، مفيش حاجه يا جماعه في الحاجات دي اصلا فيها اي فايده، كله اذى، كله سكر عالي، كله مواد حافظه، الوان صناعيه، اذيه على العظم وعلى الكبد وعلى المخ. تمام. ما تجيش تقارن نسبه السكر اللي فيها وتقول لك ده فيها نفس عدد جرامات السكر اللي موجوده مثلا في ثمره الفاكهه الفلانيه. لا، مفيش اي وجه مقارنه. الفاكهه فيها الياف، فيها فيتامينات، فيها معادن، فالامتصاص بتاع السكر بيبقى بالراحه، بيبقى جسمي عايزه. تمام. بيبقى عايز كمان شويه الفيتامينات المعادن، وعايز شويه الالياف اللي فيها. فبالتالي انا لما بضرب الفاكهه في الخلاط انا بكسر الالياف. تمام. فبخلي السكر بتاعها يمتص اسرع. عشان كده دايما يقول لك ايه، ما تشربش الفاكهه بتاعتك، كلها، ناكل الفاكهه بتاعتنا. لكن انا لما بدمر الالياف اخلي السكر يمتص بسرعه، يعلي الانسولين بسرعه، بالتالي اتخن. لكن اكل فاكهه. طبعا الكلام ده لا ينطبق على الاطفال. لو الطفل عندي ما بياكلش الفاكهه بتاعته اضربها له عصير طبعا عشان ياخد الفايده بتاعه ثمره الفاكهه. طيب يبقى مفيش اي وجه مقارنه ما بين السكر ده. ليه؟ لا، اصل ده ميه بسكر يا جماعه، ده ميه بسكر وعليه لون. فالسكر مفيش اي حاجه حيشاه، مفيش الياف حيشاه خالص، مفيش اي حاجه تحوشه. فبالتالي اي حاجه مضروبه كده في حاجه شفافه بتمتص بسرعه رهيبه وتعلي لي الانسولين، وبالتالي تخني، خاصه لو انا باخد اكتر من واحده. تعالوا بقى نشوف كم معلقه سكر في كل واحد. اول حاجه البيبسي الزرقاء دي ال 240 مللي فيها 5 معالق سكر. اوكي. الريد بول النكهات 5 معالق ونص لغايه 6 معالق سكر حسب نوع الريد بول او حسب النكهه بتاعته. الفانتا فيها 6 معالق سكر، 6 معالق ونص سكر. بصوا بيضحك علينا تقريبا، بيضحك علينا تقريبا في 6 معالق سكر. اوكي، حلو قوي. الوحش دي فيها 7 معالق سكر. اصل في ناس تقول لك ايه ده انا بشرب ابيض وبشرب شفاف ما بشربش اسود. فيها 7 معالق سكر الجميله دي. اوكي، نيجي بقى للحاجات دي عشان في ناس بتقول لك اصل ده شعير. ده شعير واحنا الشعير مفيد، والشعير لا لا خالص خالص. الشويبس الرمان دي فيها 7 معالق ونص سكر. اوكي، 7 معالق ونص، تخيلوا. دي فيها الشويبس الاناناس الجولد فيها 7 معالق سكر. فتخيلوا بقى في ناس بتشرب 2 و3 من دي، تخيلوا بياخد كام معلقه سكر. يعني عايزاك تتخيل كده وانت عمالين نغرف معالق السكر في البتاعه دي، وبعد كده نروح ندور بقى على الاولاد مهيبره ليه، العيال مجنننا ومعفرطيننا ومش راسيين ومش مركزين. بيضرب له كام واحده من دي. حلو. العصاير بقى المعلبه، كل الحاجات دي معاك من 6 معالق ونص سكر لغايه 7 معالق و7 معالق ونص. حتى اللي مكتوب عليه من غير سكر. العلب العصاير اللي فيها اللي مكتوب عليها طبيعي من غير سكر مضاف 5 معالق، و5 معالق 5 معالق سكر محترمين، يعني يمتصوا برده نفس الحكايه. خلاص مفيش اي حاجه، مفيش الياف. انت هو مش هيجيب لك الياف منين؟ دي ميه شفافه وفيها لون وفيها سكر. تمام. فحتى العصاير اللي مكتوب عليها بدون سكر فيها يا جماعه 5 معالق سكر. نيجي بقى للطيفه دي، الفيروز لطيفه دي عجبتني قوي. صح، مش كاتبين في اضاء لقيته كاتب ميه سكر نكهه الوان ماده حافظ وخلاص وشكرا كده. طب يا حاج فيها كام معلقه سكر؟ طب عبرنا بقى. مش كده. فاحنا هنفترض سلامه النيه وهتبقى زي اخواتها، هتبقى 7 معالق او 7 معالق ونص سكر. بس هو فاجئني صراحه انه مش كاتب، يعني قال لك هتفرق فيها، انت اشرب وانت ساكت. بس فبلاش يا جماعه الحاجات دي. نشرب ميه. لو نفسنا في عصاير نعملها في البيت، تبقى ما نكترش عن اكتر من ثمره فاكهه، وما نحطش سكر عليها. ناكل الفاكهه بتاعتنا وبلاش البلاوي دي خالص، لان هي مؤذيه وسكرها عالي وبتعمل لنا مشاكل كتيره جدا، وبتخنا على الفاضي من غير اي لازمه حقيقي. يعني بجانب، يعني بغير الضرر بتاعها، هي سكر بيور بيتخن لوحده، هي ما فيش حاجه هتحوشه كمان. خلاص. الحاجات دي بتبقى عامله زي الادمان، يعني بص تلاقي نفسك مش تشربها مره وخلاص، لا انت عايز منها بقى كل يوم. اول ما تتعود عليها بتبقى عايز منها كل يوم، فيا ريت بلاش. ماشي، اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. باي باي، مع السلامه.